هل لازم يكون معاك شهادة ليها علاقة بالبرمجة علشان تشتغل كمبرمج زي كمبيوتر ساينس او كمبيوتر انجينيرنج؟ لو بحثت على جوجل او اي منصة تانية، في اللي بيقول مهمة وفي اللي بيقول لا مش مهمة. وانا ولا انت يهمنا كل الكلام ده، لان في حاجة اسمها بديهيات، وهي ان اكيد مليون في المية الشهادة مهمة، ولكن لو ما عندكش المقدرة انك تاخد بكالوريوس له علاقة بالبرمجة، خلاص كده مش هتشتغل. بص، في مقال اتنشر في عدد كبير من المنصات الكبيرة زي ستاك اوفر فلو وانديد وكورسورا واي بي ام وغيرهم من الشركات العملاقة بعنوان هل المبرمجين محتاجين شهادة جامعية علشان يشتغلوا؟ هتلاقي ان كل المواقع دي بتقول سواء معاك شهادة او معاكش، فاصحاب العمل دايما عايزين يعرفوا ايه المهارات اللي عندك وبتقدر تستخدمها ولا لا. وده منطقي جدا، الشركات حاليا بتدفع فلوس علشان يوظفوا ناس يكون عندهم مهارات يقدروا يستغلوها لصالحهم، والمهارات دي مش شرط تكون في شخص معاه شهادة، بالعكس ممكن اللي معهوش الشهادة يكون يشتغل على نفسه والبورتفوليو بتاعه يكون قوي جدا. ولكن دايما الشخص اللي عنده مهارات قوية وشهادة كمان، فده هيكون ليه فرصة كبيرة في سوق العمل. طبعا الموضوع اكبر من كده وفي تفاصيل اكتر، ولو عايزين نعمل فيديو كامل عنها اكتبوا لي في الكومنتات. لايك وفولو وتحول لمبرمج.